ويا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. كريب البيتزا في الفرن وصفة سهلة وسريعة، بدون عجن، بدون تخمير العجينة، وبدون ورق زبدة. وأنا داليا. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. وصفة سهلة وسريعة في 10 دقايق بس هتجهزيها، طعمها رهيب. ما تعرفيش هي كريب ولا بيتزا ولا بيتزا وعاملة نفسها كريب، طعمها تحفة. ولأني أساس الوصفة هو عجينة الكريب، فهستخدم مقادير عجينة الكريب اللي بتنجح معايا وبتديني أحسن نتيجة. والتجهيز عجينة الكريب: في الخلاط هنزل بنص كوباية مية، عدد 2 كوب حليب، أي نوع حليب متوفر عندك، واضيف لهم 2 معلقة كبيرة من زيت طعام، عدد 2 بيضة في درجة حرارة الغرفة، معلقة صغيرة ممسوحة من الملح الأبيض الناعم، معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم. وعشان العجينة تاخد الإحساس بالبيتزا هنضيف معلقة صغيرة من الزعتر الناعم، وهضيف لهم 2 كوباية كبار من أي نوع دقيق متعدد الاستخدامات. ونضرب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا في الخلاط لحد ما نتأكد إن كله امتزج مع كله، وبكده نكون جهزنا العجينة في ثانية إلا ثانية. وفي صينية كبيرة أو صاج فرن ببطنه بزبدة أو سمنة بدرجة حرارة الغرفة، يعني المادة الدهنية تكون لينة شوية عشان أقدر إني أنا بالفرشة أفردها كويس جدا في الصاج أو في الصينية. أنا عايزة حاجة واسعة عشان عايزة العجينة بتاعتي رفيعة مش تخينة. وأنا هنا استخدمت صاج الفرن. بعد ما بطنته كويس جدا بالمادة الدهنية وطلعت بيها على الجوانب، بدأت إني أبدرها بدي، يعني بالظبط كأنك بتبطني الصينية أو الصاج وتعملي فيها كيكة، بطانة كيكة بالظبط. وما ننساش إن إحنا نبطن الجوانب برضو بالمادة الدهنية والدقيق. وأنا بنزل بالعجينة في الصاج هكون بصفيها بمصفى ضيقة عشان أحجز أي شوائب أو تكتلات موجودة في العجينة. بالنسبة لحشوة العجينة دي اختيارية، أنا عن نفسي باخد بركة التلاجة. كان عندي معلقتين صلصة في الفريزر، طلعتهم وبدأت إني أرش معلقتين صلصة على وش العجينة من فوق. وهنبص في درج التلاجة لو لقينا فلفل ألوان كويس جدا زي الفل، نص فلفلاية صفرة متقطعة مكعبات صغيرة، هنبدأ إن احنا نوزعها على وش العجينة. برضو نفس الشيء لو عندك فلفل أحمر هنوزع نص فلفلاية حمراء متقطعة مكعبات صغيرة على وش العجينة. لو ما عندكيش فلفل ألوان يبقى فلفل رومي هيبقى زي الفل وهيعمل أحلى شغل. شوية زيتون اسود واخضر متقطعين شرايح، خلي ايدك فرطة شوية كده، وانزلي بشوية حلوين من الجبنة الموتزاريلا، واللي موجود عندك ضيفيه ميكس جبن، بيبروني، سلامي، اللي موجود عندك واللي ولادك بيحبوه ضيفيه. انا كان موجود عندي معلقتين شاورمة فراخ، ضفتهم للعجينة وادت نتيجة مبهرة، كانت تحفة. وبكده بتكون العجينة جهزت. بشغل الفرن واسيبه يسخن لمدة 20 دقيقة، وفي الرف الأوسط على درجة حرارة 180 بسيبها تستوي. وبفتح النار في الفرن من تحت بس لمدة 25 دقيقة، وابص عليها لو حسيت ان هي وشها مداش اللون الذهبي الجميل ده، بفتح لها الشواية. تبقى عيني عليها لان الشواية بتسوي الحاجة بسرعة جدا، فمش عايزة وشها يتحرق. ريحتها خطيرة، مش عايزة اقول لكم وهي بتستوي الشقة كلها اتملت بريحة العجينة. كانت ريحتها مبهجة جدا وتحفة، وطعمها خطير، مزيج ما بين البيتزا والكريب. بعد ما بتطلع من الفرن بسيبها تبرد شوية وابدأ اقطعها، ولاني مبطنة الصينية كويس بتطلع معايا بمنتهى السهولة. طعمها هش جدا وخطير، تنفع كوجبة غدا، جوع آخر الليل. لو جالك ضيوف فجأة ممكن تجهزيها في وقت قصير جدا، تقدميها تحطيها في اللانش بوكس لولادك. طعمها تحفة، جربيها هتعجبك. ألف هنا.